الشرق الأوسط كله فيه دولة واحدة بس عندها سلاح نووي، وعندها مفاعل معروف باسم ديمونة. ومش بس كده، ده عندها ترسانة نووية كاملة. وده مش كلامنا احنا، ده تقارير أجنبية بتقول إن عندها أكتر من 80 رأس نووي. طب ليه محدش بيحاسبها؟ ليه العالم كله بيسيبها بره الرقابة؟ لا وقعت على اتفاقية عدم انتشار الأسلحة النووية ولا بتتفتش، بينما باقي الدول في المنطقة تحت المجهر وبتتراجع كل شوية. فين العدالة؟ فين مبدأ تكافؤ المعايير اللي العالم بيتكلم عنه طول الوقت؟ هل عشان اسمها إسرائيل؟ ولا عشان في دول سايباها تعمل كده؟ ده حتى كان في ناس اتسجنت عشان سربت معلومات عن المفاعل ده، من ضمنهم واحد اسمه مردخاي فعنونو، اشتغل معاهم وفضحهم، اتخطف واتحبس سنين. اللي بيحصل ده مش تهديد لدولة واحدة بس، ده تهديد لمنطقة كاملة. عشان كده لازم نسأل، هو العالم هيفضل ساكت؟ ولا آن الأوان نفتح الملف بصوت عالي؟ قول لي رأيك بصراحة لو شايف إن الدول كلها لازم تلتزم. وما تنساش الشير والمتابعة.